إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، تربية الولد مسألة أساسية في حياة المسلم اليوم، في هذا العصر المليء بالحوادث والكوارث، في عصر تعيش البشرية في مدينة واحدة كبيرة لشدة التقارب والتواصل والاطلاع على ما عند غير المسلمين بيسر وسهولة، وللتقدم المذهل الحاصل في ميدان الاتصال، حيث تنقل الواقعة الحادثة في أقصى نقطة على وجه الأرض إلى أقصى نقطة في الجهة المقابلة، وتراها رأي العين وأنت مستريح في بيتك كأنك حضرت بنفسك الحادثة في تلك البلاد. فلم يعد شيء يخفى، فبات من الضروري والدرجة القصوى العناية بتربية أولادنا التربية المثلى، وتعليقهم قبل أن يفطموا بربهم العلي الأعلى حتى يحصل الاطمئنان والإيمان بأن الجيل، حتى يحصل الاطمئنان والأمان بأن الجيل قد نبت نباتا ملؤه الرحمة والإيمان. أيها الإخوان، وأعظم أساس وأصلبه ليصح بناء الطفل عليه ويقوى عوده ويكون لبنة صالحة في مجتمعه وحياة والديه أن يبنى على أساس الصدق. فالصدق كما أخبر الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والبر كما قال أهل العلم هو وجوه الخير كلها. فمن عود طفله على الكذب لم يفلح لا هو ولا ولده، فكيف يفلح من ينطق بالكذب مرارا وتكرارا وأولاده الصغار يرون منه ذلك؟ فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفجور هو وجوه الشر كلها. والطفل إذ يفتح عينيه إنما يفتحهما على والديه، على أمه وأبيه، فهو يقتدي بهما ويتعلق بطباعهما وهديهما وسيرتهما، حتى أنهما أو أبواه يطبعان فيه أقوى الآثار. ذلكم قول سيد الأبرار: فأبواه
أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الوالدين أن يكونا قدوة حسنة في خلق الصدق أثناء تعاملهم مع الأطفال، يعني وهم صغار. وإلا فالصدق في الحديث مطلوب ومرغب بل ولازم. فالولد يشب كما يقال على ما عوده عليه أبوه. فأخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، قالت: تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وهذا الحديث يستدعي منا وقفة طويلة للتساؤل: كم نكذب على أطفالنا ونعدهم أشياء كثيرة ثم لا نفي بذلك، إما لكوننا غير قادرين على الوفاء، وإما لكوننا غير صادقين في حديثنا معهم، فينشأ ما يسمى عدم الثقة بين الطفل ووالديه، وينشأ الطفل على ذلك ويتعود لسانه هو أيضا الكذب، فلا يصدق أبدا، لأن قدوته في ذلك أبوه وأمه، وبئس القدوة كانت له. عباد الله، يظن الوالدان أن ولدهما وطفلهما لا ينتبه لذلك، فهما يكذبان عليه ويعدانه إذ هو بقي هادئا في البيت مثلا، ثم لا يفيان، يعدانه بالكثير من الحلوى واللعب ونحو ذلك، فينزعج الطفل جدا لذلك ويبدأ معه فقدان الثقة بوالديه. وهذا أخطر شيء، أن يعود الطفل الكذب ويحفظ عن والديه الكذب وينشأ عليه وتحصل طامات بسبب ذلك، فهو سيكذب عليهما في أقرب مناسبة يكون فيها بأمس الحاجة إلى الكذب للإفلات من العقاب مثلا. والأخطر هو ما سيأتي، وهو لما يكبر الولد ويتهيأ ويخرج بمفرده إلى الشارع وعندكم فكرة عما هو موجود في الشارع، فيبدأ صراع مرير كما نراه اليوم بين الطفل ووالديه، وينتهي الصراع في أحيان كثيرة بنتائج مريرة، فينحرف الولد وتنحرف البنت بدون عناء، لأنهما حرم ما كان يجب من حصانة إلهية تمنع عنهما سبل الجرم والغواية. فالسلف الصالحون من الصحابة والتابعين لم تتربى أجيالهم إلا على الصدق وحفظ الأمانة وقوة الديانة مع الفقر. الفقر ليس سببا باش واحد يعوج ولاده، باش يعني يحتج بالفقر على سوء تربية أولاده مع الفقر وقلة الوجد وذات اليد، لكنهم كانوا أغنياء من التعفف، كانوا صابرين قانعين باذلين للمعروف، فنشأ أولادهم على هذه المعاني العظيمة والمعالم القويمة خلاف ما نحن عليه اليوم. نكذب على الصبية فتنشأ على ذلك، ولو عودناهم الصدق لنشأ عليه. يقول الولد لوالديه: إذا ما نجحت في الامتحان فما هو الجزاء؟ فيسارع الوالدان يبنيان لابنهما قصورا، وينجح الولد في الامتحان ويخلف الوالدان بما كان وعداه به، فيصدم الولد ويكرر الوالدان الوعد فيقولان كذا كذا وكذا مما
مما يعني نشتري لك كذا وكذا مما يحبه الولد ويهواه، وهكذا دواليب. ولو صدق الوالدان معه وأفهماه، قال ما عندناش فقراء، وأفهماه بحدود إمكاناتهما وأن فرحهما وسرورهما بنجاح ولدهما أعظم من كل هدية على وجه الأرض، لأحس الطفل بذلك وأكبرهما وعرف عظمتهما وعرف أن سعادة والديه به لا توصف ولا تقدر بأي هدية مهما كانت، وعرف أنه لو كان عندهما ما بخل عليه، ولو كانت العيون تبذل للأولاد فلذات الأكباد ما تخلفوا عن ذلك. ولكان ذلك ما ذكرناه سببا آخر مبينا ومفتاحا للخير معينا على تجاوز ما قد يواجهه الطفل من محن وصعاب وإحن في مرحلة الدراسة والطلب والتحصيل. وهكذا ينشأ ويعد الجيل ناشئة تغرس على الصدق لا تضيع مهما كان، وهذا النشء هم غرس المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وثمرة دعوته وجهاده وأحفاد أصحابه المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المسلمون، فمسؤوليتكم أيتها الأمهات أيها الآباء عظيمة، وحقوق الأولاد عليكم جليلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام المولود، قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد، يعني يسأل الوالدين، يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم يقول رحمه الله فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، يعني تركه هملا كما نصنع اليوم، نخلف الأولاد، نتزوج ثم نخلف أولادا كثيرة كثر ثم نلقي بهم إلى الشارع هملا وسدى. يقول ابن القيم رحمه الله وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، قال له إنك يعني تعقني كثيرا ولا تطيعني، فقال الولد يا أبتي إنك عققتني صغيرا، يعني حتى انت ما طلعتنيش لما كنت صغير، فأهملت تربيتي فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيداك أوكتا وفوك نفخ وعلى نفسها جنت بلاقش كما تقول العرب، ولن تجري إلا ما زرعت، فإذا كان زرعك طيبا لا تسقيه إلا ماء طاهرا وتحوزه وتمنعه وتحصنه من كل نبتة غير نافعة وشوكة مضرة، فسوف يجيء بستانك جنة تسر الناظرين، ويرفع ولدك يديه وأكف الضراعة إلى رب البرية بالدعاء للوالدين على حسن التربية وما لقيه من العناية الفارقة وجودة القيام بالمسؤولية. والمجتمع من وراء ذلك كله يشيد به ويثني عليه ويضرب المثل بذريته ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونعم الاستثمار كان. فهبوا وشمروا وجدوا في تربية الأولاد قبل فوات الأوان، وقبل أن تفتحوا على أنفسكم عمل الشيطان بلو كان، فالله وحده هو المستعان
عليه التكلان. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، الله خير حافظا، لكن جعل الله للحفظ أسبابا وللخير أبوابا. وهذا الحافظ الكبير الطبراني رحمه الله يعطينا الدرس ولو في غير هذا، لكن يستفاد منه في هذا. قال: لما قفز من مكان عال، يعني قفز من قريب حوالي نصف الدور الأول مثلا، قفز من مكان عال وقد بلغ من الكبر عتية. الطبراني من الذين جاوزوا 100، يعني عاش أكثر من 100 عام. فلما يعني قفز من ذلك المكان، بعض الناس كبر الحاضرون الذين يعرفونه، لأنه خيف عليه أن يصاب بأذى. فقال رحمه الله، قال: تلك أبدان، يعني هذه الأبدان حفظناها في الصغر. لما كنا احنا شباب حفظنا هذه الأبدان من أن تقع في كل بلية. حفظناها في الصغر، الآن يحفظها الله في الكبر. أما الحفظ الآن على الله عز وجل. وكذلك الطفل تحفظه صغيرا يحفظ ويحفظك كبيرا. وأعظم الحفظ حفظ العقل وحفظ القلب. فبعض الآباء والأمهات يعتنون أو يعنون بصحة الولد البدنية عناية بالغة، وهذا حق. أراه مريض ما يمرض يؤخذ مباشرة إلى الطبيب، وهذا حق، ولكن يضيعون الجانب الآخر وهو أحق من الأول، بل هو أحق بالعناية والرعاية. فإنك ترى الطفل في الشارع يركض ويلعب وله صحة جيدة ما شاء الله، لكن إذا نطق أفسد، إذا نطق أفسد وأساء، وأسمع المارة وأراه من كل الألوان، من قبيح اللفظ وسوء الفعال، وتقع اللائمة على الوالدين. وكثيرا ما كنت أسمع هذه العبارة وكلكم يسمعها: ما ربوش والديه ونحو ذلك، ولا حتى الله يلعن والديه. انت تكون ماشي الولد يكون سببا في لعنك، كما جاء في بعض الحديث: أنت تكون سببا في لعنك لا بذنب. ونحو ذلك من العبارات التي تضع الوالدين في قفص الاتهام. إذن فإنما أعني من التربية تنشئته على الخلق الحسن والمنطق الحسن والسلوك الحسن، وقدوته في ذلك وأسوته والداه قولا وفعلا. والولد له قدرة كبيرة على الاستيعاب، فيخطئ من يظن ويعتقد أن الولد كائن صغير لا يدرك ولا يعي، فهذا ظن المفاليس. فينبغي مخاطبة الولد ومحاورته كثيرا وكثيرا، وأن يتحين في ذلك الفرص، وأن يتعمد الوالدان بعمل العبادة وإقامتها في حضور أولادهم، فيقتدون بهم في ذلك، ويسهل على الوالدين أمرهم بها بعد ذلك. فهذا الطفل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان شابا وكان صغيرا طفلا، عندما شاهد أمامه من يقوم الليل فإنه يسارع لذلك ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله فتوضأ
من شن، يعني قربة من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي. فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. الحديث. وهكذا تكون القدوة الحسنة المؤثرة في الطفل. وهذا الطفل عبد الله ابن أبي بكر يراقب أدعية والده ويسأله عن ذلك ويجيبه والده. فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي بكرة رحمه الله قال: قلت لأبي: يا أبتي، أسمعك تقول كل غداة: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا ولا إله إلا أنت، تكررها 3 حين تصبح و3 حين تمسي. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنتي. وبمثل هذا ينضج الولد وتحيا فيه فطرته، ويبدأ رويدا في فهم وإدراك سلوك والديه. عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة كان شديد العناية بتوجيه الأولاد، وكان يتحين لذلك الفرص المناسبة. يركب يوما على دابته ويردف خلفه الطفل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويجري بينهما هذا الحوار. وندع الطفل عبد الله يرويه لنا يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال، يعني رسول الله: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويتلقاه الطفل بأذن واعية حريصة منتبهة. وهذا الاختيار من أحسن الطرق في التعليم والتوجيه. يكون معك ولدك في السيارة وأنت معه في النزهة، فتحدثه وتسر إليه وتخبره بما ينفعه وتتعاهده، وأن يكون حديثك عن الدنيا ومتاعها في ضمن حديثك عن الآخرة ومتاعها، فيحس ولدك بالتوازن الذي أودعه الله فيه، لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، وهي فلسفة الإسلام ونعمته ورحمته. فمحال أن تسلك طريقة واحدة في حياتك، ولو حاولت فإنما تحاول عبثا. ففي وقت اللهو لا تحدثه عن القرآن، لكن تحرص ألا يخرج الولد عن طوره ولا اللهو عن حده، وإلا انقلب إلى ضده كما يقال حتى في العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. هذا القول ومن الله الإجابة، والحمد كله لله لا رب سواه.